السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا تلاميذ أولاباك، مرحبا بكم. هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على المؤلف ديال لو دارنيي جور دان كونداني. بالنسبة للتلاميذ اللي ديجا بداو في المؤسسات ديالهم سي تري بيان، اللي مازال ما بداوش فأنا معكم غادي نبداو أزيرو وغادي نناقشوا هاد الحوايج اللي غادي نقول لكم دابا. اون بروميير طون غادي نهضروا على لو تيتر، العنوان ديال المؤلف ندرسوه مزيان. اون دوزيام طون غنهضروا على البيرسوناج برينسيبال، الشخصيه الرئيسيه. عاد نشوفوا لي بيرسوناج اللي هما سكوندير، الشخصيه الثانويه. غنهضروا على لافيش دو ليكتور ديال هذا المؤلف، غنهضروا على ليدي جينيرال، الفكره العامه، وغادي نهضروا كذلك على لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في هذا المؤلف هذا وعلاقته بالامتحان الجهوي، شنو هما لي كيستيون اللي غيتحطوا، شنو هما لي تيم اللي كاينين، لو كونتكست هيستوريك الى غير ذلك. دونك تبع معايا من الاول حتى الاخر وما تزقل حتى شي حاجه. نبداو من العنوان. اون بروميير طون ما كنطقوهاش كوندامني، كنطقوها كونداني، لو ديرنيي جور دان كونداني. مزيان، هادي وحده. غادي نحللوها. دونك لو ديرنيي كتعني اخر جور، اخر يوم في حياه شكون؟ ان كونداني. لو كونداني هو واحد السيد ولا واحد المعتقل اللي غيتم الاعدام ديالو. لا كونداناسيون هي الاعدام. غادي نهضروا على بزاف ديال لي تيم. نهضروا على لا بريزون يعني السجن، نهضروا على لا سيلول و لو كاشو اللي هما الزنزانه، نهضروا على لا سوفرونس، المعاناه ديال لو ناراتور داخل السجن. غادي نهضروا على لي ترافو فورسي، الاعمال الشاقه. غادي نهضروا على لا غيوتين. لا غيوتين هي ديك المقتله اولا ديك اللي كتقطع الراس. غادي نهضروا على ليكريتور، كتابه داخل السجن. لو ناراتور ديالنا كيعاني والملجا الوحيد ديالو هو الكتابه. كذلك كاين بزاف ديال لي تيم اللي غادي نهضروا عليهم ملي ندخل للمؤلف. مزيان، هذا المؤلف كتبوا لينا كاتب فرنسي سميتو فيكتور هوغو، كلشي كيعرفو. مزيان، من بين المؤلفات ديال هذا الكاتب هذا فيكتور هوغو كاين لي كونطومبلاسيون، كاين لي ميزارابل، بزاف ديال لي فابل كتبوهم. مزيان، النوع ديال هذا المؤلف سي ان رومون، هي روايه، ولكن هذه الروايه هذه كتوصل لنا واحد الميساج، يعني فيها عبره. دونك سميتها رومون ا تيز. رومون ا تيز يعني روايه ذات حكمه، ذات عبره. مزيان، امتى نشرت هذه الروايه؟ نشرت في القرن التاسع عشر، اللي هو بالضبط اكزاكتومون لو 1829، 1829. واضح؟ تقريبا كاع لي فيغور دو ستيل كاينين، كومباريزون، ميتافور، هيبربول، بيرسونيفيكاسيون، تقريبا كلشي كاينين. غادي نذكروا كذلك بزاف ديال لي تام اللي غادي نتريتيوهم في البرودكسيون دو ليكري. ليستوار كتعاود لنا القصه ديال واحد السجين اللي ما عرفناش نوع الجريمه اللي دار، ولكن اللي عرفنا انها جريمه دمويه. بمعنى اخر، واش ارتكبها ولا ما ارتكبهاش، ولا غير تظلم ولا غير تصيد فيها، وشنو نوع الجريمه ما تذكرش، وحتى الاسم ديال لو كونداني، حتى الاسم ديال داك السيد اللي غيتم الاعدام ديالو ما تذكرش. هنا الفكره اللي غادي نوصلوا عن طريق هذه القضيه هذه سي كو فيكتور هوغو تعمد ان الاسم ديال لو كونداني ما يتذكرش. علاش؟ دابا تخيلوا معايا ان الناس في واحد السجن غيتم الحكم عليهم بالاعدام، وغينوض واحد منهم اكس مثلا غيبغي يدافع على راسو، غيقول لهم لا الاعدام ما خصوش يكون، وانا وعافاكم، بدا يطلب ويرغب، المهم ضد ديك لا بين دو مور. فإلا تذكر الاسم ديالو بحال هذاك السيد غيتسمى اناني، يعني كيدافع على راسو. ولكن السيد ما ذكرش الاسم ديالو باش نقولوا بانه راه كيدافع على كل شيء، على السجناء كاملين. متفقين؟ يعني ما يكونش اناني وذكر الاسم ديالو، انا راه في فلان كندافع على راسي ولا كندافع على الفكره ما خصهاش تكون، وانما باش ما يتعزلش من الناس بقات سميتو ديك لو كونداني، تعطاتو الصفه ديال داك السيد غيتعدم، معدوم ولا شو كغتسميوها نتوما صحاب اللغه العربيه صحوها. المهم بقات عليه ديك الصفه باش هكا عقوبه الاعدام اللي غتحيد تحيد على كلشي، لابوليسيون دو لا بين دو مور.
سي بون. نتمنى تكونوا فهمتوا الفكره، وغادي ندوزو نديطايو هاد الغومون هذا، غنديطايوه شابيتر بار شابيتر باش تكون عندنا غير فكره. ما هو نورمالمون في الريجيونال سا نا غيان افوار، الناس غتجاوب على الاسئله فقط وسالينا. نتمنى تكونوا فهمتوا، نتلاقاو في فيديو مقبل بحول الله.